السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم اخوانا المهندسين. إن شاء الله النهارده يا جماعة بالصدفة كده كان بينا شغل دبش شغال. فعايز أديك معلومتين كده عن الدبش عشان لو قابلك شغل دبش أو تدبيش ترع أو تأهيل أو كده تاخد بالك من من كام معلومة دول. الأهم حاجة في الكلام ده كله الفحص الظاهري بتاع الدبش. طبعا هو له اختبارات معملية و في معامل كلية هندسة وكده، بس انا عايزك ازاي من ساعه ما تشوف الدبش اللي جالك بالحمولات على التريلات وكده تعرف تفرق ما بينه وما بين الدبش النضيف والدبش الوحش، وايه اللي ينفع للطرق وايه اللي ينفع للمجال المائيه والتدبيش وكده. خليك معايا دلوقتي، هفحص لك الدبش دلوقتي واقول لك الايه العيوب اللي فيه وازاي ايه تتفاداها وما تشغلهاش معاك. بصوا يا جماعه، دلوقتي الدبش قدامي اهوت. الدبشايه عشان تعرف ان هي كويسه لازم يكون لونها فاتح، ما هواش اصفر، مش غامق زي دي كده. اللون بتاع دي مصفر، الصفرة ديت يعني طفله. ده ما ينفعش في المجال المائية خالص. تيجي تجيب المفتاح بتاعك كده وتخربش فيه تلاقي الطفله بتاعته بتنطر في وشك كده. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش في المجرى المائي خالص. الميه ساعه ما هتيجي عليه هيتنفخ وهيكسر الدبش اللي جنبه. اهو بص، دي كلها طفله وقع من دبشايه منهم. ده ما ينفعش، واللي جواه نتوءات كتير كده وفراغات تعرف ان ده كله طفله برضه زي دي كده. الدبش اللي هو الملخع احنا بنقول عليه الدبش الاصفر. حتى هتلاقي البودره اللي نازله منه بودره مصفره ازاي. ده ما ينفعش في المجال المائي يا جماعه. لازم الدبش يكون ابيض، ومش ابيض لدرجه ان هو زي الطباشير كده، لا ده برضه ما ينفعش. ده الدبش اللي يبقى ابيض بدرجه الطباشير ده ما ينفعش معانا. لازم تخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا. الدبشايه اللي تنفع معاك الدبشايه اللي تقريبا باللون ده كده، يعني اللون ده هو كده اللي تنفع معاك، اللي مهما تعمل بالمفتاح بتاعك ما تحركش فيها. وطبعا النقله كلها بتبقى جايه من مكان واحد، فانت بقى مش هتقعد تنقي دبش، لا، النقله كلها ترفضها. ده كله ترفضه، ما تشغلوش. ده ممكن يشتغل في الطرق، في الحاجات اللي ما فيهاش ميه، انما في الصرف الصحي في المجال المائيه وفي المصارف الدبش ده ما ينفعش. دي معلومه كده حبيت اوريها لكم واقولها لكم. الدبشه دي كويسه لحد ما يعني، انما الباقي كله لا، مش مظبوط. ده حبيت اقول لكم المعلومه دي يا جماعه، وخلي بالكم الموضوع ده كويس جدا. شكرا لكم.